تخيل لو صدر قرار بمنع الإنترنت، والطريقة الوحيدة اللي ممكن تستخدمه بيها هي إنك تصور فيديو وتحلف على المصحف إنك مش هتفتح أي مواقع محظورة. ده مش خيال، ده قرار أصدره بيردي محمدوف، واللي بيتصنف أغرب رئيس دولة في العالم. لكن مين هو بيردي محمدوف؟ بيحكم مين؟ وإيه السر ورا قراراته الغريبة؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. محمدوف طبيب أسنان دخل عالم السياسة وبقى رئيس لدولة تركمانستان من سنة 2007 لسنة 2022. ولو أول مرة تسمع عن الدولة دي، فهي موجودة في آسيا الوسطى وبيسكنها حوالي 5 مليون شخص. محمدوف حكم تركمانستان 15 سنة مليانين بالقرارات الغريبة والعجيبة، وأولهم مثلا تحريم الإنترنت. وعشان أي شخص يقدر يستخدم الإنترنت لازم يحلف على المصحف إنه مش هيفتح المواقع المحظورة. لكن حتى لو وافقت وصورت الفيديو، انت اصلا مش هتلاقي مواقع مهمة مسموح لك تستخدمها. وده لان محمدوف كان عدو تويتر وفيسبوك والفيديو جيمز ومواقع تانية كتير اغلبنا ما يقدرش يعيش من غيرها. يمكن بعض الناس تشوف تحريم الانترنت والفيديو جيمز قرار عادي، لكن تحريم لبس الكمامة اثناء انتشار الكورونا ده اللي مش هيختلف عليه اتنين. في وقت ما العالم كله بيهرب من شبح الكورونا، اعتبرها محمدوف مؤامرة، ورفض يسجل أي حالة كورونا في البلد كلها. لكنه في نفس الوقت أمر بإلزام الشعب كله إنه يطعم ضد الفيروس. وكمان أمر الشعب برضه بحرق عشبة الحرمل واستخدامها كبخور للوقاية من الفيروس اللي هو أصلا مش معترف بيه. والتناقضات ما وقفتش لحد هنا وبس، لأن وسط ما كان محمدوف محرم حاجات تانية كتير زي حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، احتفل بعيد ميلاده ال54 وسط بذخ ونجوم كتير وهو بيغني أغنية للحب كتبها بنفسه. وده بيوضح التناقض الكبير اللي محمدوف كان عايش فيه. واستمرت القرارات الغريبة وزادت أكتر لما محمدوف كبر شوية في السن وصبغ شعره رمادي. وهنا أمر كل الموظفين اللي سنهم عدى 40 سنة يصبغوا شعرهم نفس اللون عشان يكون زي لون شعره بعد الصبغة. ولما اكتشف إن شعره مش مصبوغ في عملة من العملات الورقية، أمر بإعدامها فورا وطبع غيرها بشعره المصبوغ. وزي ما محمدوف كان ليه قرارات غريبة، كان برضه ليه تصرفات مثيرة للجدل. بداية من الفيديوهات الغريبة اللي بيصورها زي فيديو التصويب على مجسمات الجنود وتشجيع الجنود ليه، لمواقفه في الاجتماعات مع أعضاء حكومته اللي سقفوله بشكل مبالغ فيه وهو بيرفع عمود من الذهب كنوع من رفع الأثقال. محمدوف كان بيحب الكلاب جدا، لدرجة إنه قرر يعمل تمثال عملاق من الذهب لتكريم سلالة كلاب الألاباي. وتمجيده للسلالة دي موقفش لحد هنا، ده كمان خصص آخر يوم حد من شهر إبريل كل سنة يبقى أجازة وطنية لسلالة ألاباي. وعمل في اليوم ده مسابقة للبحث عن أفضل كلاب الرعي الكبيرة، ومنح الجايزة الأولى للشجاعة لكلب شغال في حرس الحدود. لكن لو بتفكر في مصير محمدوف دلوقتي، فحب أقولك إن فترة رئاسته انتهت في مارس 2022، عشان يجي بعده سيردار محمدوف. مفاجأة مش كده؟ بعد كل القرارات والتصرفات الغريبة اللي عملها محمدوف، ابنه يكسب في انتخابات الرئاسة المبكرة بنسبة 72% وتتنقل السلطة من الأب للابن. فيا ترى سردار هيكمل مسيرة أبوه في القرارات والمواقف الغريبة، ولا هيكون مختلف؟ لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. ولو مش عارف، اسمع من عارف.